صحيح: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. مما يكون سببا في دخول الجنة طاعة الوالدين، إلزمهما فثم الجنة، وطاعة الوالدة على وجه الخصوص. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. مما يكتب الله جل وعلا به الجنة ركعتي الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، وكلما دخلها في منام أو يقظة كما في المعراج ورآها سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل عمله في الإسلام. قال: يا رسول الله، لا أعلم شيئا أكثر من أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما شاء الله لي أن أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة: فهذه بهذه، أي هذا الجزاء حصلت عليه بهذا العمل. كما أن مما تبنى به قصور الجنة وبيوتها أن يحافظ المؤمن على السنن الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة.